تحية ليك زميلي محمد الهادي بولعابة، كذلك محللنا الفني محمد اسلام. اليوم نحيي ذكرى شهدائنا الأبرار الذين ضحوا من أجل هذا الوطن وعزته وشموخه. 80 عام قدمت فيهم تونس قوافل من الشهداء وما زالت تقدم. عديدة هي تواريخ المعارك على غرار معركة الجلاز ومعركة الجنوب، وتبقى المعركة الأبرز تونس نقلة على كل المستويات بنضال عديد الشهداء الذين قاوموا الاستعمار الفرنسي وأصبحوا رمزا من رموز النضال على غرار الهادي شاكر وعلي بلهوان. مشاهدي ام تونسيا، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، وفي رايي الخاص انه هدف ممكن يسرح الاقدام. اذا مخالفه لنادي حمام الانف. شوف التوترات امامكم بالنسبه للملاعبيه. الحكم يعطي السيجنال، تتنفذ الكره. جول جول قاسم عوني، محور دفاع الهمهامه يكون حاسم في اولى الكرات لنادي حمام الانف. امامكم الجماهير تحتفل بهذا الهدف. قاسم عوني يعطي الأسبقية في أول كرة خطيرة للهمهامة. 1-0 أمام بهتة في دفاع البازدة. 1 بلا شيء الإعادة، تنفيذ بالراس، جول للهمهامة، جول للهمهامة. إذا نفس تقريبا هدف ضد اتحاد تطاوين، وتقريبا نفس الوقت بالنسبة نادي حمام الانف. محمد قاسم عون يصبح الهداف رقم 2 بالنسبة لنادي حمام الانف بعد 7 أهداف للاعب اللي حكينا عليه عثمان السعيدي. الهدف رقم 8 يجي عن طريق محور الدفاع. ترجع الكرة، معز عبود يقاتل لكن موجود. الحكم يقول مخالفة لمعز عبود ولدفاع نادي حمام الانف. جماهير الهمهامة ما تنجم تكون كان فرحانة بهذا التقدم الآني أمام أولمبيك سيدي بوزيد الذي حاليا قاعد يعاني ويريد العودة في النتيجة. إذا ترجع الكرة لنادي حمام الأنف. كرة عثمان السعيدي، عثمان الهداف يتوغل. عثمان الحارس ممتاز، عبد القادر شوية. ينتهي الشوط الأول في مباراة الهمهامة وأولمبيك سيدي بوزيد بتقدم نادي حمام الأنف هدف مقابل 0. هدف قاسم عوني في الدقيقة السادسة. إذا أمر وإياكم للتصريحات ما بين الشوطين مع زميلي مالك ساسي، ولنا عودة للتعليق ونقل أطوار الشوط الثاني في مباراة أولمبيك سيدي بوزيد وكذلك نادي حمام الأنف. تفضل مالك. عودة مجددا إلى مركب الهادي النيفر والشوط الثاني وردهات الشوط الثاني في مباراة قمة الأسبوع الخامس بين أولمبيك سيدي بوزيد ونادي حمام الأنف. إذا انطلق الشوط الثاني بأمنيات بأماني جماهير كل فريق. الهمهامة وجماهيره يريدون كسب 3 نقاط ومحافظة على نتيجة الشوط الأول، ولما لا مضاعفة النتيجة. وأولمبيك سيدي بوزيد يريد العودة بنتيجة إيجابية والعودة في اللقاء قبل ما كل تشد أختها. 75 دقيقة منذ انطلاقة هذه المباراة، ربع ساعة على نهاية الوقت الأصلي، وما زال إلى حد الآن التقدم لنادي حمام الأنف هدف مقابل 0 كالعادة. محمد صغير نصري يرتكب المخالفة، هو في كل مكان بارك الله عليه، بدنيا ما عندي ما نقول فيه، لكن برشا مخالفات، ماهوش تروح كاتش ولا تروح بوكس. زياد بن سالم ما ياخذهاش امامه خليل القاسمي. خليل القاسمي خلي الكرة تخرج او ترمي تماس لأولمبيك سيدي بوزيد على مستوى الدفاع. شوف البريسينج اللي حكيت عليه من ملعبية الهمهامة ويفتك الكرة. ملك جمال، ملك جمال، ملك جمال، جول! لا بومبا عثمان، لا بومبا عثمان يسجل الثاني لنادي حمام الأنف ويسجل 8 أهدافه
لا بومبا عثمان، لا بومبا عثمان يضاعف النتيجة لنادي حمام الأنف. فريق أولمبيك سيدي بوزيد ما فاتوا حتى شيء، ممكن على مستوى الترتيب باش يتراجع رابع، لكن قريب برشا من اتحاد تطاوين اللي في صورة ما انه يربح اسفاكس رلوي يصبح عنده 8 نقاط. في صورة ما تعادل بين القوافل والهلال الرياضي الشابي يصبح عنده 8 نقاط، والبازدا يصبح عندها 7 نقاط، والهمهامة في المركز الأول دعم أكيد صدارتها ب 12 نقطة. هكذا كانت مباراة وأطوار مباراة أولمبيك سيدي بوزيد ونادي حمام الأنف، وانتصار الهمهامة أمام فرحة الجماهير وفرحة اللاعبين بعد هذا الانتصار الرابع في مشوار الهمهامة في مرحلة البلاي اوف. إذا عودة ليك زميلي محمد الهادي بولعابة للاستوديوهات، وإلى اللقاء في مواعيد رياضية قادمة.